يلا بينا ندخل على حل اكزام موديل 2 من اكزامز المعاصر. طيب السؤال الاول بيقول لك ايه؟ Which of the following isn't from the excretory substance in animals؟ مين من دولت مش من الاكسكريتوري سبستانس، يعني الفضلات بتاعت الانيمال. طيب هو احنا بنخرج ايه؟ اولا احنا بنخرج كربون دايوكسيد، بنخرج ووتر، بنخرج سولت، بنخرج يوريا اللي هما اليوريا واليوريك اسيد والامونيا، كل ده احنا بنخرجه. طيب هل بنخرج كربون دايوكسيد في الاخراجات؟ طبعا. ووتر فيبور؟ ايوه بنخرج ووتر فيبور في الجاز بتاعتنا سواء في التنفس او مع العرق. هل بنخرج اكسجين؟ لا. اللي ممكن يخرج اكسجين هو النبات، لكن هو بيسالك هنا عن الانيمال. Which of the following isn't from cold blooded organisms؟ البيردز. انا عندي 2 ورم بلادد اورجانيزمز. طبعا اوعى تنسى ان الكولد بلادد اورجانيزمز هي الكائنات اللي حراره الدم بتاعتها بتتغير تبعا للجو. خد بالك، كولد بلادد اورجانيزمز يعني لو الجو درجه حرارته عاليه دمهم يزيد، درجه حراره جسمهم تزيد. طيب الجو درجه حرارته قليله درجه حراره جسمهم تقل. لكن الورم بلادد اورجانيزمز، الورم بلادد اورجانيزمز دول بيحافظوا على درجه حرارتهم، وهم 2 البيردس والماملز. حلو. السؤال اللي بعده. Deep ocean fish develop certain adaptation in their cell membrane to adapt with الديب اوشن فيش. الديب اوشن فيش يعني الاسماك اللي عايشه على اعماق كبيره جدا من المحيط. بيعملوا certain adaptation في السيل ممبرين بتاعهم. طبعا بيعملوا ايه؟ بيطلعوا unsaturated fatty acid. ليه مثلا؟ عشان يستحملوا الضغط through not the level of unsaturated fatty acid. يعني مبدئيا كده هما بيستحملوا to adapt with high pressure عشان يستحملوا الضغط عن طريق انتاج او عن طريق زياده increase the level of unsaturated fatty acid. يبقى هل هم بيستحملوا نقص اللايت انتنسي؟ ملوش علاقه. زياده البريشر عن طريق ان هم بيزودوا الانساتوريتد فاتي اسيد؟ نقص الانتنسي دي ملهاش علاقه. زياده البريشر عن طريق نقص الفاتي اسيد؟ لا. ده هما بيستحملوا زياده البريشر عن طريق ان هما بيزودوا الانساتوريتد فاتي اسيد عشان يخلي جسمهم او السيل بتاعتهم فليكسبل فما يحصلهاش رابتشر. طيب question number 4 السؤال الرابع بيقول لك which of the following salt its ions remain in the solution without forming bonds with water molecules؟ مين من دولت لما يدوب في الميه مش هيعمل بوند مع الميه؟ حلو. مين من الاملاح ديت؟ مبدئيا كده اللي ما بيعملش بوند مع الميه يا اولاد اللي عنده 2 سترونج. اللي ما بيعملش بوند مع الميه اللي عنده الجنبين سترونج. لو انت فاكر صوديوم كربونات. ايه هو صوديوم كربونات؟ Na2CO3. حلو. طيب مبدئيا دوت كده سترونج اسيد، سوري ده سترونج بيز وده ويك اسيد. طالما عنده واحد ويك يبقى هيعمل بوند مع الميه. يبقى ده هيعمل بوند مع الميه. هو بيقول لك مين مش هيعمل بوند؟ صوديوم بايكربونات NaHCO3 ده سترونج بيز وده ويك اسيد. طالما عنده واحد ويك هيعمل بوند مع الميه، مش هختار. امونيوم كلورايد NH4Cl ده ويك بيز وده سترونج اسيد. طالما عنده واحد ويك يبقى يعمل بوند مع الميه، مش هختار. صوديوم كلورايد NaCl ده عنده سترونج بيز وسترونج اسيد، يبقى دوت مش هيعمل بوند مع الميه. يبقى اللي مش بيعمل بوند مع الميه، مش بيعمل بوند مع الميه يعني مش بيكون ولا اسيد ولا بيز، اللي عنده 2 سترونج. اذا بكل بساطه الاجابه هتبقى سي. ندخل على question number 5. Which of the following components مين من المكونات ديت play the essential role in blood clotting during bleeding؟ مين من دولت بيلعب دور في تجلط الدم؟ البليتلتس. اللي بيجلط الدم هي الصفائح الدمويه. طب الريد بلاد سيلز، الريد بلاد سيلز بتشيل الاكسجين جواها، الهيموجلوبين بتشيل الاكسجين والنيوترينز. الوايت بلاد سيلز بتدافع عن الجسم ضد الامراض. تمام. البلازما بيدوب فيها البروتينات، بتحتوي على بروتينات وهرمونز. ده كل مكونات الدم. بليتلتس بتجلط الدم بلاد كلوتنج. ريد بلاد سيلز بتشيل النيوترينز والاكسجين. وايت بلاد سيلز بتعمل ديفند، بتدافع عن الجسم ضد الامراض. طب البلازما بيدوب فيها البروتينز والهرمونز. طيب which of the following living organism doesn't have contractile vacuole؟ طبعا الكونتراكتايل فاكيول ديت اللي كانت بتبقى موجوده عند الكائنات اليوني سيلولار اللي هم البروتوزوا اللي هم 3، الاميبا واليوجلينا والباراميسيوم. الكونتراكتايل فاكيول عندهم هم ال3 عند الاميبا واليوجلينا والباراميسيوم. ليه؟ افكرك ادي الاميبا اهي،
كان عندها كونتراكتايل فاكيول، كانت كل ما يخش لها الميه الكونتراكتايل فاكيول تجمع الميه وتخرجها لبره، لان هي كانت في فريش ووتر فالملح اللي جواها عالي، الملح اللي في الميه قليل، فالميه بتخش جواها كونتراكتايل فاكيول تجمع الميه وتخرجها، تجمع الميه وتخرجها، تجمع الميه وتخرجها. الثلاث كائنات دولت عندهم كونتراكتايل فاكيول. طب هو بيقول لي مين ما عندوش كونتراكتايل فاكيول؟ الشارك. طب لو انت شاطر قول لي الشارك كان بيعمل ادابتيشن ازاي؟ يا مستر كان بيخزن جواه اليوريا، بيخزن جواه اليوريا عشان يبقى اليوريا جواه عاليه والملح اللي جواه عالي، فيبقى فيه تساوي في الاوزموتيك بريشر. حلو. question number 7، السؤال رقم 7 بيقول لك if the solubility، لو ذوبان الكربون دايوكسيد جاز في الاكواتيك environment X is more than the solubility in aquatic environment Y، يعني الكربون دايوكسيد كربون دايوكسيد في X اعلى من Y. حلو. ده معناه ايه؟ هل X ديت عندها تمبريتشر عاليه؟ لا. خد بالك ان لو X عندها تمبريتشر عاليه الكربون دايوكسيد يقل. هو بيقول لي ان الكربون دايوكسيد في X اعلى من Y. الكربون دايوكسيد ده في X اكتر من Y، يعني ديت ميه ودي ميه. دي ميه اسمها X ودي ميه اسمها Y. كربون دايوكسيد في X اكتر من Y. هل ده بسبب ان درجه حراره X عاليه؟ لا. لما درجه الحراره بتزيد الكربون دايوكسيد والاكسجين بيقلوا، فمبدئيا كده الاجابه الاولى غلط. هل X فريش ووتر؟ هل Y سولت ووتر؟ تنفع. الاجابه بي تنفع. ليه يا مستر؟ لان الكربون دايوكسيد والاكسجين بيدوبوا في الفريش ووتر اكتر من السولت ووتر، فهو اكيد موجود في X اكتر من Y عشان ديت فريش ووتر ودي سولت ووتر. تعال نشوف بقيه الاجابات. بقيه الاجابات لما انت بتشوفها وتعرف ان هي غلط بتطمن ان اختيارك صح. طيب هل اكس ستيبل؟ لا. خد بالك كل ما الميه تبقى ستيبل كل ما تدوبش، الحاجه بتدوب في الميه اللي تتحرك. طيب هل اكس عندها لو ديت فيش؟ لا برضه، ما هو لو عندها لو ديت فيش مش هتطلع كربون دايوكسيد كتير. 8 which of the following gas contribute to the formation of smoke؟ مين بيشارك في السموج؟ الاوزون، مبدئيا كده لازم تبقى عارف اللي بيشارك في السموج. الاوزون، السلفر اوكسايدز كل انواعها بقى، السلفر اوكسايدز والنيتروجين اوكسايدز. الثلاثه دولت اللي بيعملوا الاوزون. الاوزون سوري اللي بيعملوا السموج، الضباب. الاوزون، السلفر اوكسايدز، النيتروجين اوكسايدز. طيب هل الاكسجين؟ لا. هل السلفر دايوكسيد؟ ايوه. هل النيتروجين؟ لا. نيتروجين اوكسايد، تمام، نيتروجين دايوكسيد مثلا. هل الارجون؟ لا. حلو. The farthest atmospheric layer from the earth's surface is، ده سؤال للناس الغلابه. طبعا انت عارف تروبوسفير، ستراتوسفير، ميزوسفير، ثيرموسفير، اكزوسفير. يبقى ابعد طبقه هي الاكزوسفير. الاجابه دي. السؤال اللي بعده question number 10 بيقول لك which of the following enhance the ecological balance in aquatic ecosystem؟ مين من دولت بيحافظ على الايكولوجيكال بالانس؟ يا باشا هل ان انا اقلل الميتابوليك ريت؟ لا طبعا. ان انا ازود الميتابوليك ريت، لان انا لو كل ما ازود الميتابوليك ريت معنى كده ان الكائنات دي تبقى اكتف فتعمل برودكشن اكتر، فيبقى في انتاج اكتر، فيبقى في كائنات اكتر، فاحافظ على الاتزان البيئي. هل ان انا اقلل التفاعلات ما بين الكائنات الحيه؟ لا طبعا. المفروض ازود التفاعلات ما بين الكائنات الحيه، لان لو في كائن بيتغذى على فصيله معينه والفصيله دي اختفت، تمام، لازم يلاقي بديل، فمعنى كده لازم يبقى في تفاعلات كتير ما بين الكائنات الحيه. هل ان انا ازود الاسيديفيكيشن بتاعت الميه؟ ازود حامضيه الميه؟ لا طبعا. ده الحامضيه لما بتزيد الكائنات الحيه بتتاذي اللي عايشه في الميه. هل ان انا ازود الفوتوسينتس؟ طبعا تنفع. ليه؟ لان انا لما بزود الفوتوسينتس الكائنات الحيه هتطلع انرجي كتيره اللي هم النباتات، فالانرجي تنتقل للسمول فيش فتنتقل لللارج فيش، فالكائنات تبقى عندها باور وبالتالي تقدر تعمل ريبرودكشن ويحافظ على البالانس. How far are these statements correct؟ ماشي. الجمل ديت صح ولا غلط؟ اولا البلانت سيل وول كونتين سيلولوز. طبعا السيل وول بيعمل من ماده اسمها سيلولوز. احنا قلنا ان السيل وول مش بيبوظ علشان معمول من السيلولوز. هو بيسالني عن البلانت سيل، فعلا البلانت سيل عندها سيل وول معمول من السيلولوز. كل البلانت سيلز بيقدروا يعملوا فوتوسينثيس بروسيس. لا الجمله دي غلط. الجمله الاولى صح، الجمله الثانيه غلط. ليه الجمله الثانيه غلط؟ مش كل خلايا النبات بتعمل فوتوسينثيس بروسيس، امال الليفز فقط. خلايا الورق بس هي اللي بتقدر تعمل فوتوسينثيس بروسيس. ليه يا مستر؟ لان هي بتحتوي على كلوروبلاست اللي جواه كلوروفيل، ده اللي بيخليها تقدر تعمل فوتوسينثيس بروسيس، لان الكلوروفيل بيمتص السان لايت. يبقى الجمله الاولى صح فعلا، السيل وول
عنده سليلوز، السيل وول معمول من سليلوز. لكن مش كل البلانت سيلز، مش كل خلايا النبات بتقدر تعمل الفوتوسينثيس، الورق بس. تمام؟ يبقى الاولى صح والثانيه غلط. هل التو ستيتمنتس صح؟ غلط. هل الفيرست ستيتمنت كوريكت؟ ايوه. سكند ستيتمنت از رونج؟ ايوه. يبقى الاجابه تبقى بي. حلو. كويستشن نمبر 12، سؤال رقم 12، بيقول لك in houses في البيوت heaters are placed on the floor of the room. الهيترز اللي هي السخانات، يعني الدفايه موجوده تحت، موجود. بنحط الدفايه على الارض، ما بنعلقش الدفايه، بنحط الدفايه على الارض. يا باشا تعالى نقول له ليه من غير ما نتكلم. الدفايه لما تبقى موجوده على الارض هتسخن الهواء اللي تحت. حضرتك طبعا ادي السرير، ادي السرير، انت نايم هنا اهو، مبدد فوق السرير اهو، نايم. تمام؟ الدفايه سخنت الهواء اللي موجود تحت، فالهواء اللي موجود تحت بقي هوت اير او ورم اير. ورم اير. الهواء اللي موجود فوق كولد اير. ايه اللي عمل كده؟ ايه اللي خلى فيه فرق؟ حبيب قلبي، ما هو الدفايه انت حاططها على الارض. لما الدفايه تبقى على الارض يبقى هتدفي الهواء اللي تحت، فالهواء اللي تحت بقي دافي والهواء اللي فوق بقي ساقع. طالما الهواء اللي تحت دافي هيبقى عنده لو دينستي. الهواء اللي فوق ساقع يعني عنده هاي دينستي. بكل بساطه الهواء اللي تحت هيطلع لفوق والهواء اللي فوق ينزل لتحت. يعني الهواء الدافي يطلع لفوق يدفيك والهواء الساقع ينزل لتحت. يبقى لما احط الدفايه على الارض، احط الدفايه على الارض، الهواء اللي تحت هيسخن فهيطلع لفوق يدفيني عشان انام فوق. فهمت ولا ما فهمتش؟ يبقى انا بحط الدفايه على الارض عشان تسخن الهواء فالهواء يطلع لفوق. هل الهواء اللي موجود تحت دوت هيطلع لفوق عشان هو بيتقل من الكولد اير؟ لا، ده عنده لو دينستي. هل هيطلع لفوق علشان عنده ليس دينستي زي الكولد اير؟ اه. يبقى الاجابه بي. هل هيفضل مكانه؟ لا. هل هيفضل مكانه؟ لا، هو بيطلع لفوق تاني. الدفايه سخنت الهواء اللي تحت فبقي ورم اير. ورم اير يعني عنده لو دينستي فهيطلع لفوق. السؤال اللي بعده question number 13. If the temperatures at the base and the top of Cairo Tower. لو انا عندي كايرو تاور، كايرو تاور دوت يعني برج القاهره. تمام؟ درجه الحراره تحت 30 سيليزيوس. درجه الحراره فوق 28.8 سيليزيوس. ممتاز. عايز يعرف الهايت. حبيب قلبي احنا كنا واخدين قانون عن كده، كنا بنقول ان القانون دوت، اكتبه عندك، اكتبه عندك حبيبي. القانون دوت، القانون دوت بيقول ان الدلتا تي بتساوي الهايت باي 6.5. الدلتا تي فرق الحراره بيساوي الهايت باي 6.5. طب هو عايز الهايت، طالما هو عايز الهايت يبقى انا هقسم الدلتا تي على 6.5. ده القانون. الدلتا تي بيساوي هايت باي 6.5. هو عايز الهايت يبقى انا هقسم الدلتا تي على 6.5. يبقى انا اقول له الهايت ايكوال دلتا تي ديفايد 6.5 ايكوال الدلتا تي اللي هي فرق الحراره بين تحت وفوق 30 ماينس 28.8. اعمل لكم كده ماينس تطلع معاك 1.2. 1.2 على 6.5. حلو. تعال نحسبها. 1.2 على 6.5 اهو. 1.2 ديفايد 6.5 تطلع معاك الاجابه 0.185 كيلو متر. طيب هو مديلك الاجابات كلها بالمتر عشان احول من كيلو متر لمتر. بعمل باي 1000 تطلع الاجابه 1 2 3 185 متر. يبقى الاجابه تبقى 185 متر. الاجابه تبقى سي بكل بساطه. يبقى اخر مره بكل بساطه هو عايز ارتفاع برج القاهره 185 متر. عرفت منين يا مستر حبيب قلبي؟ هو اداني درجه الحراره تحت ودرجه الحراره فوق. انا عندي قانون بيقول لي الدلتا تي بتساوي الهايت باي 6.5. الدلتا تي بتساوي الهايت باي 6.5. هو عايز الهايت يبقى الدلتا تي على 6.5. حلو. الهايت بيساوي الدلتا تي على 6.5. الدلتا تي ديت اللي هي فرق الحراره بين تحت وفوق 1.2 على 6.5. كده انت جبت الارتفاع بس بالكيلو متر. حوله للمتر اضرب فيه 1000. السؤال اللي بعده. The amount of heat required to raise a certain amount of liquid from a certain temperature to its boiling point at sea level relative to that at the top of the mountain is. السؤال دوت مشكلته حاجه واحده، ترجمته. تعال نشوف ترجمه السؤال بتقول لك ايه. بتقول لك لو انت عندك جبل وعندك ميه تحت وعندك ميه فوق،
كميه الحراره اللي بتحتاجها الميه تحت عشان تغلي قد ايه بالنسبه لكميه الحراره اللي بتحتاجها الميه فوق عشان تغلي؟ اكتر. الميه تحت عشان تغلي تحتاج حراره كتير. ليه؟ لان هنا في اتموسفيريك بريشر عالي، في اتموسفيريك بريشر عالي، تمام؟ فعقبال ما الفيبر بريشر يوصل اتموسفيريك بريشر ده هيحتاج حراره كتير قوي. لكن هنا في اتموسفيريك بريشر قليل، فعقبال ما الفيبر بريشر يوصل اتموسفيريك بريشر يبقى بسرعه. يبقى الميه تحت عشان تغلي تحتاج حراره كتير، لكن الميه فوق عشان تغلي هتحتاج حراره قليله. يبقى مبدئيا كده الميه اللي تحت عشان تغلي تحتاج حراره اكتر، تمام؟ يبقى تحتاج جريتر ذان 1، يبقى تحتاج درجه حراره اعلى. يعني بقسم على الحراره العاليه على الحراره القليله، لان هو بيقارن ما بين الحراره اللي هيحتاجها تحت بالنسبه للحراره اللي هيحتاجها فوق. الحراره اللي هيحتاجها تحت تبقى كتيره، الحراره اللي هيحتاجها فوق هتبقى قليله. عالي ولا قليل؟ تطلع الاجابه جريتر ذان 1 اهو. اهو بيقول لك ايه؟ قارن ما بين البويلنج بوينت عند السي ليفل للبويلنج بوينت عند التوب. يعني قارن ما بين الحراره اللي هيحتاجها تحت بالنسبه للحراره اللي هيحتاجها فوق. فوق تحت هيحتاج حراره كتيره، فوق هيحتاج حراره قليله، يبقى الاجابه تطلع جريتر ذان 1. question number 15 بيقول لك ايه؟ A thin slide is suspended at constant depths inside water placed in a container. So the force exerted by the water on the slide is greater when. امتى الفورس تبقى جامده جدا؟ فورس يا ولاد بتزيد كل ما الاريا بتزيد. دايما الفورس بتاعت الحاجه بتزيد كل ما الاريا بتزيد. يبقى لما الماس تزيد ملهاش علاقه، يبقى كل ما السيرفيس اريا تزيد يبقى الاجابه تبقى سي. question 16 which of the following is considered a physiological adaptation for deep ocean fish؟ ان هي عندها compressed body؟ لا، ده structural adaptation. strong arteries structural adaptation. large sized gills structural adaptation. modification of blood pressure ايوه ده physiological adaptation. يعني هي بتقدر تزود وتقلل البلاد بريشر بتاعها. لو ضغط الميه عليها كتير تزود البلاد بريشر عشان ضغط بره يبقى قد الضغط جوه. لو ضغط الميه عليها قليل تقلل البلاد بريشر عشان ضغط بره يبقى قد ضغط جوه. يبقى ده physiological adaptation. The breakdown of glucose طبعا ديت كده عمليه السيلولار ريسبيريشن. تكسير الجلوكوز ده عمليه السيلولار ريسبيريشن. ومبدئيا كده العمليه ديت من انواع الكاتابوليزم. occur in living cell through a biological process called كاتابوليزم. سيلولار ريسبيريشن او كاتابوليزم. يبقى الاجابه بي بكل بساطه. question number 18 in which of the following plant tissues lignin enter in the cell wall؟ طبعا ده حفظ صرف. الليجنين موجود في السكالرينكايما. الاجابه بي. an amount of water of mass m كميه ميه تقلها m is poured in a container then another. يعني انت كان عندك ميه تقلها m، بعد كده راح دلق ميه تقلها m برضه اهو. then another amount of water of mass m is added to it at the same temperature. السبيسيفيك هيت ثابته لنفس الماده. كان عندي ميه زودت ميه، السبيسيفيك هيت ثابته. ما هي ميه، السبيسيفيك هيت لنفس الماده بتبقى ثابته، يبقى السبيسيفيك هيت doesn't change. الاجابه سي. ندخل على question number 20 3 glass vessels. طبعا كل الاسئله اللي احنا حليناها في الهوم ورك اصلا. 3 glass vessels each of them contain the same volume of a different liquid. ماشي. A hydrometer was used to measure the density of the 3 liquids. ماشي. So its position at equilibrium was as shown in the following. هو بيقول لك 3 liquids حط فيهم الهيدروميتر وطلع لك زي ما انت شايف. Then the correct order of this figure according to the mass. طبعا لما يقول لي according to the mass، الماس نفس الدينستي، فانا هرتبهم الاول تبعا للدينستي. طبعا انت عارف ان الماس والدينستي العلاقه بينهم دايركت، فانا هرتبهم تبعا للدينستي. طب احنا حافظين جمله كده في الهيدروميتر، الهيدروميتر يطلع الدينستي تبقى اعلى، الهيدروميتر ينزل الدينستي تبقى اقل. حافظينها كده. هنا الهيدروميتر طالع يبقى دي اعلى دينستي، اعلى دينستي. هنا الهيدروميتر نازل يبقى دي اقل دينستي. يبقى انا رتبتهم تبع للدينستي، اعلى دينستي 1، بعد كده 2، واقل دينستي 3. لما ترتبهم تبع للدينستي كانك رتبتهم تبع للماس، يبقى 1 2 3، يبقى الاجابه هتبقى سي. حلوه دي. اللي بعد اي سي كويستشنز بيقول لك ايه؟
Egypt resorts to construct many power generating station by using solar panel. مصر عايزة تبني محطات طاقة شمسية. Show the importance of this. ايه اهمية دوت؟ تبعا للسستينابيلتي او التنمية المستدامة. خد بالك concept of sustainability يعني التنمية المستدامة، يعني ان انا احقق انجازاتي من غير ما اضر النيكست جنريشن. فانت تقول له بقى because solar radiation او solar power طاقة الشمس is renewable هي طاقة متجددة which وده هيقلل decrease our usage ده هيقلل استخدامنا of fossil fuel وده هيقلل استخدامنا من الفوسيل فيول. طيب ما انا لما استخدم طاقة الشمس عشان اطلع كهرباء مش هستخدم بقى البترول والبنزين والكلام دوت. which protect the environment وده بيحمي الانفايرمنت لان انا لما ما استخدمش البترول والبنزين مش هحرقه ومش هطلع كربون دايوكسيد. which protect the environment and keep the ecosystem balanced وده بيحافظ على الايكو سيستم balanced for next generation للاجيال القادمه. يبقى هو هنا بيقول لك مصر عايز تعمل محطات طاقه شمسيه، ازاي ده بينفع الاجيال القادمه؟ تقول لي ما احنا لما بنعمل محطات طاقه شمسيه ده يخلينا ما نستخدمش فوسيل فيول وبالتالي انا بحافظ على البيئه للجيل القادم وكمان بسيب له فوسيل فيول مش هخلصه له. The following table show the color of one of the prepared indicator. ده indicator بيطلع colors كده مع البي اتش. طيب لو البي اتش 1 او 2 او 3 بيطلع ريد، 4 5 6 بيربل، 7 8 بلو، 9 10 11 12، 9 10 جرينيش بلو، 11 12 يلوش جرين. What is the formed color when adding drops of this indicator؟ انهي لون هيتكون لو انا حطيت الانديكيتور دوت على امونيوم باي كربونات؟ امونيوم باي كربونات NH4 HCO3. مبدئيا كده دوت ويك بيز وده كمان ويك اسيد. مبدئيا كده الملح دوت نيوترال، طالما الاثنين ويك يبقى هو نيوترال. نيوترال يعني البي اتش 7، طبعا محدش هيعرف قيمه دوت غير اللي متفرج على المراجعات واللي كان بيذاكر معانا. الامونيوم والبايكربونات الاثنين ويك فمعنى كده ان هو نيوترال. طبعا بيتابع الثمن على اليوتيوب قايلين كل الكلام دوت. الاثنين ويك فطالما الاثنين ويك يبقى نيوترال يعني البي اتش 7. طب طالما البي اتش 7 يبقى هو هيدي لون ايه؟ هيدي لون بلو بكل بساطه. سؤال رقم 23. Gulf Stream is considered as an example of the effect of solar radiation on water current in the Atlantic Ocean. Explain this. طيب جولف ستريم احنا شارحينه بالتفصيل. تقول لي بسبب ان الجولف ستريم دوت الميه لما بتسخن او الشمس لما بتسخن الميه بيؤدي الى different in density. تمام؟ تقول لي because solar radiation leads to different temperature of water. السولار راديشن بيؤدي الى اختلاف في درجه حراره الميه and different density وبالتالي بيؤدي الى different density which leads to وده بيؤدي الى water current وده بيؤدي الى water current زي الجولف ستريم. طيب like او as جولف ستريم. طب الجولف ستريم دوت يا مستر بيعمل ايه؟ which carry warm water. الجولف ستريم دوت بينقل warm water ميه دافيه من منطقه الاكويتور للنورث اتلانتيك اوشن. warm water from equator region to بينقلها من منطقه الاكويتور to north atlantic ocean. which leads to وده بيؤدي الى، لو انت فاكر ده بيؤدي الى حاجتين. اول حاجه biodiversity تنوع في الكائنات الحيه. رقم 2 بيؤدي الى moderate temperature
كده يا باشا يبقى اكزام موديل 2 تم القضي عليه. يلا بينا ندخل على اكزام موديل 3.